أنا اسمي أميمة، عندي 24 سنة. خلصت جامعة وكنت مخطوبة لشاب عندنا في البلد اسمه فهمي. بس أنا بصراحة مش حاسة بحاجة من ناحيته خالص. بس أبويا وأهلي موافقين عليه. هو خريج كلية تجارة بس لسه مش شغال، وكنت على طول في مشاكل معاه بسبب موضوع الشغل ده. وأفضل أقوله ازاي يعني لما نتجوز هتقدر تفتح بيت، لازم تدور على شغل قبل ما نتجوز. وبصراحة كان بيدور على شغل لحد ما في يوم قال لي إن هو لقى شغل في مكان كويس. قلت له طيب هتشتغل ايه وفين؟ عرفني. قال لي هشتغل مساعد في صيدلية، بس في بلد تانية جنب بلدنا. قلت له طيب كويس، وفرحت قوي إنه لقى شغل. بصراحة لأن كنت خايفة لما نتجوز ما يكونش فيه مصدر دخل ليا. بس قبل ما اتخطب بصراحة أنا كنت على علاقة بشاب على النت اسمه حاتم، بس ما قابلتوش ولا شفته ولا مرة. كل كلامنا كان على النت، ساعات مكالمات صوت وساعات فيديو. بس أول ما اتخطبت لفهمي عرفت إننا مش هينفع نتكلم تاني، لأني خلاص اتخطب. وهو وافقني وقال لي إنه معندوش مشكلة. بس بعدها بحوالي شهرين لقيته رجع يكلمني تاني ويبعتلي في رسايل كتير، ويقول إن هو محتاجني، وإنه حاول ما يكلمنيش بناء على رغبتي. بس ما قدرش، وبصراحة صعب عليا وكلامه خلاني أرجع أكلمه تاني وأنا مخطوبة. وكان بيكلمني في اليوم مش أقل من 4 ساعات، وبقى يعرف عني وعن حياتي تفاصيل خطيبي نفسه ما يعرفهاش. وكلامه خلاني أتعلق بيه وبقيت ملهوفة إني أتكلم معاه كل يوم. ومبقتش حتى أفكر في خطيبي زي الأول، ولا بقيت أتصل بيه إلا كل فين وفين. خطيبي دايما هو اللي كان بيتصل بيا، إنما من ناحيتي أنا لأ، ما بقتش حاسة بحاجة من ناحيته خالص. المهم أنا ما كنتش مرتاحة في الخطوبة دي، وكنت عاوزة أفسخها وكل واحد يروح لحاله. بس ما كنتش عاوزاها تيجي مني، كنت عاوزاها تيجي منه هو، عشان أهلي لو عرفوا إن هي جت مني أنا هيعملوا معايا مشكلة كبيرة. رحت وأنا بكلم حاتم على النت وقلت له مش بحب خطيبي وعاوزة أفسخ الخطوبة، أعمل إيه؟ قال لي تصرحيه. قلت له صرحه إزاي يعني؟ قال لي اتصلي بيه وقوليله إنك مش مرتاحة في الخطوبة دي. قلت له ماشي. وفعلا تاني يوم استنيت لما بابا نزل الشغل والبيت بقى فاضي، ورحت متصلة بفهمي ورد عليا. وقلت له أنا عاوزك في موضوع مهم. قال لي في إيه؟ خير؟ مش عوايدك يعني تتصلي في الوقت ده؟ قلت له بصراحة أنا مش مرتاحة للخطوبة دي وقلبي مقبوض كده. قال لي يعني إيه مش مرتاحة؟ قلت له بصراحة أنا مش حابة أكمل. ولقيته ساكت كده شوية، وكان من اللي سمعه، وقال لي أنا عاوزة أشوفك، مش هينفع الكلام في التليفون. قلت له طيب خلي كلامنا يكون برا البيت، مش هينفع نتكلم في الموضوع ده في البيت ولا عندنا ولا حتى عندك. قال لي طيب تعرفي تجيلي الصيدلية، لأن أنا مش هعرف أسيبها، لأن صاحبها راح مشوار ومش عارف هيرجع امتى، وأنا عاوزة أشوفك ضروري. قلت له بصراحة لأ معرفش. راح وصف لي مكانها وقال لي أنا قاعد مستنيكي. ماما ساعتها كانت صحيت، فقلت لها ان في واحدة صاحبتي تعبانة وهروح ازورها. قالت لي ماشي. ونزلت من البيت رحت الصيدلية، وكان الجو حر قوي برا. اول ما دخلت لقيت واحد غير فهمي، غيره خالص. هو اللي واقف، واحد امور قوي ووسيم جدا وزي القمر. انا شفته وفضلت مركزة معاه شوية، وبعدين لقيته بيقولي اتفضلي. فرحت دخلت وقلت له انا حاسة ان انا دخلت مكان غلط، او الصيدلية تانية، معلش انا اسفة. قال لي ليه؟ قلت له انا كنت جاية هنا لحد. قال لي هو انت جاية لفهمي؟ قلت له اه. قال لي هو راح يشتري حاجات ورجع على طول، اتفضلي استريحي. كان انسان ذوق قوي وجاب لي عصير، وقال لي ان هو اسمه محمد. واتكلمنا شوية مع بعض، ولما عرف ان انا خطيبة فهمي قال لي ان هو اسف، انا اسف ان هو يعني اتكلم معايا وطول معايا في الكلام. قلت له لا عادي، مفيش حاجة. وبعدها فهمي جه ولقاني قاعدة معاه، ولقيته اتضايق كده وقال لي لما انتي وصلتي ما اتصلتيش بيا ليه؟ قلت له ما انت عارف ان انا جاية. وبعدها قال لي تعالي، وقعدنا في مكان جوه كده لوحدنا في أوضة كده في الصيدلية، بعيدا عن المكان اللي بيبيع ويشتري فيه.
قلت له انت قايل ان صاحب الصيدلية مش موجود وفي واحد قاعد بره. قال لي ده مش صاحب الصيدلية، ده واحد شغال مساعد زيي بالظبط، وما ينفعش واحد فينا بس اللي يقف في الصيدلية، لازم يكونوا اتنين. وقلت له ماشي. قال لي في ايه بقى؟ قلت له بص بصراحة انت حد كويس والف واحدة تتمناك، بس انا نفسيا مش مرتاحة ومش مبسوطة. قال لي هو انا قصرت معاكي في حاجة؟ قلت له لا، هو مش موضوع تقصير، بس انا مش مرتاحة وبصراحة مش قادرة اكمل. انا بصراحة ما قلت لهمش حاجة في البيت عندي، ومش عاوزة اقول لهم علشان ما يعملوش معايا مشكلة. لقيته سكت كده وحط عينه في الارض، وفضل يعيط ويقولي طب محتاجة ايه وانا اعملهولك، بس ما تسيبنيش، شوفي انا مقصر في ايه وقوليلي وانا اعمله. وانا فضلت مصممة ان الموضوع بالنسبة لي خلاص انتهى ومش هقدر اكمل معاه. قال لي خلاص مفيش مشكلة، كل شيء اسمه ونصيب، انا اكيد مش هجبرك على حياة انتي مش حباها. قلت له انا عاوز اطلب منك طلب. قال لي طلب ايه؟ قلت له عاوزاك انت اللي تقول لاهلي ان انت اللي عاوز تفسخ الخطوبة. قال لي طيب وحاجتي اللي عندك والشبكة؟ قلت له ما تقلقش، احنا مش بناخد حاجة حد، واتفقنا انه هيعرف اهلي انه مسافر، والفلوس اللي كان هيجيب بيها الشقة وهيصرفها في موضوع السفر. المهم فعلا بوظنا الموضوع وفسخت الخطوبة منه. واكتر حاجة كنت فاكراها اليوم ده هو صاحبه محمد اللي قابلته اول ما دخلت الصيدلية واتكلمت معاه. وعدت على فسخ خطوبتي حوالي شهرين، وانا صورة صاحبه مش بتروح عن بالي، ونفسي اشوفه تاني بس خايفة اروح الصيدلية تاني بسبب فهمي، ومش عارفة اعمل ايه. رحت فكرت في فكرة كده وكلمت واحدة صاحبتي من البلد عارفة فهمي، وقلت لها هنروح انا وانتي صيدلية، هتدخلي تشتري حاجة من جوه وهتخرجي وتشوفي فهمي جوه ولا لأ. وفعلا خدتها معايا، واول ما قربنا من الصيدلية وقلت لها تدخلي تشتري اي حاجة للصداع، المهم تشوفي فهمي جوه ولا لأ، وشكل اللي جوه واقف ده شكله عامل ازاي. قالت لي ماشي. المهم دخلت اشترت العلاج وخرجت لي، وقالت لي فهمي مش موجود وفي واحد تاني هو اللي جوه. وقلت لها شكله عامل ازاي بقى؟ قالت لي شاب صغير في السن كده وابيضاني. وقلت لها تمام، استنيني هنا وهرجع لك تاني. ورحت داخله الصيدليه ولقيت محمد هو اللي واقف. اول ما شافني لقيته بيضحك لي وبيسلم عليا وبيسالني عامله ايه. قلت له الحمد لله تمام. قلت له انا بس كان في حاجه كده لفهمي معايا وكنت عاوزه اديها له. قال لي فهمي؟ ياه، هو ما قالكيش؟ قلت له لا ما قاليش. في ايه؟ قال لي فهمي مشي من الصيدليه من حوالي شهر، راح اشتغل في مصنع بس مش فاكر مصنع ايه، ومعرفش عنه حاجه. قال لي ازاي انتي خطيبته ومش عارفة؟ وقلت له لا خلاص كل واحد راح لحاله. قال لي معقول كده؟ قلت له والله اهو اللي حصل. فكان في واحد دخل الصيدلية واحنا بنتكلم، دخل علشان يشتري حاجة، فسكتنا لحد ما اشترى العلاج بتاعه وخرج. وقلت له خلاص هستأذن انا بقى. قال لي يعني لو فهمي مش موجود مش هتعدي تسلمي؟ قلت له ربنا يسهل، انا بعدي من هنا قليل قوي. قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي أميمة. قال لي طيب أنا عاوزك بعد كده أسأل عليكي وأطمن عليكي، أعمل إيه؟ قلت له سيبها بظروفها. قال لي لأ، وراح كاتب لي رقمه على ورقة، وقال لي ده رقم يرن عليا وأنا هسجل رقمك وهبقى أطمن عليكي من وقت للتاني لو مش هيضايقك يعني. قلت له لا لا عادي خالص، مفيش مشكلة. وخدت الورقة اللي فيها رقمه وخرجت من الصيدلية وانا حاسة انه معجب بيا ومتعلق بيا، بدليل انه اداني الرقم بتاعه. بس قلت مش هرن عليه النهاردة خالص ولا حتى بعد يومين، قلت هو هيفكر فيا شوية. وبعد حوالي 3 أيام رنيت عليه رنة صغيرة وقفلت. قفلت على طول ولقيته بعدها بحوالي دقيقتين بيتصل بيا، وساعتها ما كنتش عارفة ارد عليه لان بابا كان موجود وما كنتش هعرف اتكلم. فلما ما ردتش عليه لقيته بعتلي على الواتس مين حضرتك؟ قلت له انا اميمة. قلت له معلش مش عارفة ارد عليك عشان البيت عندي وكده. قال لي لا ولا يهمك. وفضلنا نتكلم على الواتس وعرفت منه انه شغال في الصيدلية دي من 4 سنين،
وهو اللي ماسكها لوحده، وصاحب الصيدلية معتمد عليه اعتماد كلي. وفين وفين لما بيجي الصيدلية صاحبها ده، وبقينا نتكلم كل يوم أنا وهو على الواتس، وعرف كل حاجة عني وأنا عرفت كل حاجة عنه، وبقى في ما بينا قصة حب جميلة أوي أنا عايشاها معاه حاليا. بس اللي لاحظته إن بقى يقولي كلام جريء أوي وحلو، غير خطيبي خالص اللي كان هادي وما كانش حتى بيعرف يقول أي كلام. إنما ده بلاقيه بيقولي كلام أنا أول مرة في حياتي أسمعه. أنا باحس إن في تجاوزات، بس بصراحة باحب كلامه، وكنت باستنى تيجي أي فرصة وما يكونش في حد في البيت عندنا علشان أتصل بيه وأسمع صوته، لإني اتعلقت بيه جدًا. وبقى يطلب مني إن أنا نتقابل برّه، وللأسف ما كانش عنده غير يوم واحد أجازة، وهو يوم الجمعة، واليوم ده هو يوم الأجازة برضه بتاع بابا، فما كانش ينفع إني أخرج في اليوم ده خالص. ولحد ما قال لي إحنا ممكن نتقابل في الصيدلية، قلت له ماشي. وفعلا بقيت أروح له الصيدلية وأقعد معاه هناك. هي في بلد تانية ومحدش يعرفني فيها خالص، ده غير إن الجو هناك هادي جدا، يعني فين وفين لما حد بيعدي من الشارع. فكنت بقعد براحتي ساعة أو اتنين، ولما حد بيدخل كأني واحدة شغالة في الصيدلية. لحد ما في يوم كنت معاه في الصيدلية وقاعدين، ولقيته دخل الأوضة اللي جوه وراح نده عليا. فتحت له، لقيته رافع ايديه الاتنين وساند الكرتونة لحسن تقع، وقال لي تعالي اقفي مكاني واسندي الكرتونة دي وخلي بالك علشان لو وقعت هتبهدل الدنيا، على ما اجيب كرسي واجي. وقلت له حاضر. وقفت مكانه وسندت الكرتونة بايدي الاتنين، وفجأة لقيت النور بتاع الأوضة انطفى. فندهت عليه ولقيته بيقولي ما تخافيش أنا جنبك. ولقيته فجأة وقف ورايا وراح حاضني. قلت له يعني ينفع كده؟ قال لي ما انتي وحشاني قوي وما كنتش عارفه اقولها لك ازاي. قلت له طيب امسك بقى الكرتونه دي او نزلها. قال لي حاضر، بس ما سمعش كلامي وفضل حاضني وهو واقف ورايا وانا رافعه ايدي. لكني حسيت ان انا ما كنتش قادره، وما كنتش قادره اقف على رجليا. قلت له على فكره انا كده هدوخ. راح مسك الكرتونه مني وحطها في مكانها. وقلت له كده مش هينفع، ممكن اي حد يدخل الصيدلية. قال لي لا ما تقلقيش، انا مشغل الكاميرا بتاعت الصيدلية على موبايلي، لو في حد فتح الباب ودخل هشوفه على طول واخرج